السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم معايا في قناة عالم أمريتاج. نتمنى يا رب تكونوا في احسن الاحوال وبصحة جيدة. فيديو جديد اللي غنقدم فيه سلو او زميطة. كل منطقة وشنو كتسميه. اللي كيجي رائع وسهل في التحضير بطريقة سهلة وبدون تعقيدات وناجح من اول تجربة. ما عليك الا تتبعي الطريقة والمقادير ونجح معاك ان شاء الله باذن الله. والى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من تشجيعاتكم. اول حاجه كناخذ واحد الصينيه اللي نحمروا المكونات اللي احتاجينا فيها كيلو ديال الكاوكاو. انا استعنت بهذا الكاوكاو هذا الرقيق اللي كيجي بنين. حاولوا ما امكن ان المكونات تغسلوهم باش تحيد منهم داك الغبره، وحتى الا كان فيهم شي حاجه كيتنقاو منها. كما كتشوفوا انا استعنت بقطره من زيت الزيتون. نحاول انني نلبسو كامل بزيت الزيتون باش كيتحمر معاكم بهذه الطريقه هذه. وغندخلو الفرن ما يكونش مجهاد، وعينكم عليه ما تغفلوش عليه باش ما يتحرقش. دائما السلو خصو ما يجيوش المكونات محروقا باش المذاق ديالهم ما كيجيش زوين. دخلت الفرن ومن بعد جبت اللوز. انا خديت كذلك هذا اللوز هذا اللي الحجم ديالو صغير. صافي نعمل له نفس الطريقه حتى هو نلبسه بالزيت الزيتون وغندخلو يتحمر. كيف العاده انكم ما تغفلوش عليه، دائما طلعوا عليه وتحركوه. نتوما كتحركوه، نتوما ما تغفلوش عليه باش ما يتحرقش. كنلبسو بهذه الطريقه هذه وغندخلو يتحمر. دائما ناخذوا الطريقه السهله والمبسطه اللي يربح الوقت وفي نفس الوقت ما نضغطوش على راسنا. ناخذوا الطريقه اللي عجينه سهله. وفي هذا الاثناء كناخذ 2 كيلو ديال الطحين اللي غنحمرهم على عافيه مهيله. حاولوا ما امكن تاخذوا الدقيق يكون من نوعيه جيده، ومن الاحسن تاخذوا الدقيق القمح حتى هو اللي كيجي رائع في هذا السلو هذا، وكيبقى من احسن الفوائد لهذا السلو. كما كتشوفوا انني كنستمر في التحريك حتى كيتحمر وكياخذ هذا اللون هذا. دائما في عافيه مهيله باش ما يتحرقش معكم مع التحريك. كياخذ الدقيق لون رائع. غير سمحوا لي انني كنصور غير بيد وحده. كنستمر في التحريك بهذه الطريقه هذه حتى كيتحمر. كتشوفوه الذهب صافي كطفيو عليه. ومن بعد كناخذ زراره غير كنصهدهم، ما كنحمرهمش، غير كنصهدهم من بعد ما غسلتهم ونشفتهم. حاولوا ما امكن انكم تنقيوهم مزيان وتصهدوهم. كما كتشوفوا صهات يلان وصهات نافع وحتى حبه حلاوه غير ما بانش عندي في الفيديو. كما كتشوفوا هنايا نحمر الزنجلان اكثر حاجه اللي كتكون فيها الحص. حاولوا ما امكن انكم تنقيوه مزيان بس لو ما يجيش فيه الحص وتفاداو شي حاجه اللي تضركم في الصحه ديالكم. حتى نحمروا ومن بعد كناخذ الدقيق اللي حمرت بهذا اللون اللي خطا رائع اللي كنضيف ليه الكاوكاو من بعد ما حمرته. دائما انا عملت كيلو ديال الكاوكاو وكيلو ديال اللوز من بعد ما تحمروا. والكاوكاو اللي حكيته وخليت نص ديالو بالقشور ونص ديالو بلا قشور كما كتشوفوا. والزنجلان من بعد ما تحمر. حاولوا ما امكن انكم تكسبوا طريقه اللي تكون سهله وفي نفس الوقت تربحوا بها الوقت وما تاخذش شي مجهود بدني. ضفت الزنجلان. انا عملت كيلو ديال الزنجلان. عملت كيلو من الحاجه الا الدقيق اللي عملت 2 كيلو اللي ضفت ليها القرفه اللي مطحونه ومغربله ونافع حتى هو غربلته وإلان وضفت عليها حبة حلاوة العبار 3 ديال المعالق يكونوا كبار. ومن بعد ضفت الزبيب بلدي. انا في هاد السلو ما نعملش السكر. وضفت مسكه حره مع شويه ديال الملحه صافي وكنخلط.
انا في هاد السلوم ما نعملش شي حاجه اللي تضرني. ما نعملش السكر وما نعملش سكر كلاصي، اختياري. اللي بغيتو تعملوا سكر كلاصي عملوه، ما بغيتوش كاينه واحد الطريقه اخرى كتباع عند العطار، التمر اللي كيكون مطحون، حتى هو الا بغيتو تفاداو السكر تعملوه، كيعوض السكر. انا غنضيف غير العسل، ما نعملش السكر نهائيا. وغنجمع بالزيت الزيتون. كاين اللي كيعمل الزبده او زيت المائده، انا غنتفادى هاد المواد هذه وغنعمل غير زيت الزيتون اللي كيجي رائع. كما كتشوفوا خليت واحد الجزء اللي نهرمشو، غير غنهرمشهم باش نضيفهم من بعد ما نطحن داك المكونات ويولي لنا السلو معلق، باش ما نحسوش انه جا معلق بزاف. كنهرسوه بهاد القليل من المكونات اللي مهرمشين، اللي خليت غير الزنجلان غنضيفو صاين، والكاوكاو اللي هرمشتهم هما واللوز كما غتشوفوا في الفيديو. وغادي نهرمش الكاوكاو حتى هو وغنوضعو جانبا. وكتبقى طريقه اخرى باش تفاداو السكر، كتجيبوا التمر يكون قاصح وكتحمروه في الفرن وكطحنوه حتى هو كيعوض السكر. وباش تفاداو شي حاجه اللي تضركم، والسكريات دائما كتبقى كضر، الا كثرتوا منها كضر في الصحه. كما كتشوفوا انني طحنت الكاوكاو باش نضيفه في الاخير. وهنا غنضيف المكونات باش غنحاول انني نطحنهم. انا ما نطحنهمش في الدار حيت ما عنديش الماكينه، نطحنهم عند العطار. كما كتشوفوا الدقيق او المكونات انني طحنتهم كاملا غير بالهشوار اللي عندي في الدار. كتبقى لي غير التعليكه عنديها العطار. كما كتشوفوا هاد المكونات اللي كنضيف خليت بزاف اللي هرمشت معاكم، حاولت انني نضيفهم باش مي شي يطلي شي هكا ويجيني القوام وهذاك. كما كتشوفوا من بعد غنضيف كأس من زيت الزيتون. راه ما شاء الله جاتني تقريبا 6 ديال الكيلو في هاد العبار اللي عطيتكم. وكنضيف العسل. انا قلت لكم الا ما كانش العسل كتضيفوا سكر كلاصي، ولا ما كانش بغيتو شي سكر كلاصي كتضيفوا التمر اللي كطحنوه كتحمروا عفوا وكطحنوه حتى هو كيعوض السكر. كما كتشوفوا انا ضفت العسل. غنحاول ما امكن انني غير نعلق غير شويه بيدي، وغادي نديه العطار يطحنوا لي. غير سمحوا لي حيت انا ما عنديش الماكينه. وبصراحه انه كيسهل بزاف المأموريه بلا ما تبقاي دلك 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 دلك، تربحي شويه ديال المجهود. انا عندي له كلشي مخلط، غتبقى لي غير التعليكه باش يجيني سلو معلق واخد داك اللون ديالو. كما تشوفوا راه يجي رائع ان شاء الله يا ربي. غير تبعوا الطريقه وطريقه سهله وتربحوا الوقت، وفي نفس الوقت انه فيه مكونات صحيه اللي ما عذركمش في الصحه. ودائما كتبقى صحتنا من الاولويات ديالنا. كما كتشوفوا انا غير كنبسبس داك المكونات من بعد ما طحنتهم غير في الهشوار، غير في الدار طحنتهم، سهلت المأموريه باش تبقى لي غير تعليكه عندي العطار اي على الكولينغ. وتشوفوا معايا النتيجه ديال السلو اللي قدمت معكم اليوم بطريقه سهله ومبسطه، وان شاء الله تنجح معكم. غير تبعوها وتفادوا المكونات اللي عذركم. كما كتشوفوا انا غير كنبسبس بهذه الطريقه هذه، وغنحاول ما امكن انني ندخل داك المكونات مع بعضياتها.
ونخليكم مع الفيديو حتى ندوزو نشوفوا الشكل النهائي ديال السلو اللي قدمت معاكم اليوم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال السلو اللي قدمت معاكم اليوم. شوفوا ما شاء الله كي جا رائع ومعلق واخد داك اللون والمذاق رائع. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ودائما ما تنسونيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.